كابتن عصام عبد الفتاح على التليفون. يا كابتن عصام. اهلا بيك كابتن خالد، وبرحب طبعا بالاصدقاء الاعزاء كابتن مهيب وكابتن عادل. حبيبي يا كابتن عصام. كابتن خالد كان لسه بيقطع فيك، اتفضل يا فندم. لا والله ابدا، اقسم يا ابن اللذينه. لا هقول له بدايه كده، ايه رايك في الهدف امبارح؟ الهدف حاجه صعبه جدا. اللي صعبه هي ان الحارس هو اللي يتقدم للامام، مش المدافع، فده صعبت على مدافع الحكم المساعد. الحكم المساعد. فهي حاله صعبه بسرعتها، بدليل يا كابتن خالد ان مفيش مخلوق في الملعب اعترض على القرار، لا خارج ولا داخل الملعب. كابتن بذمتك حاله صعبه؟ صعب يا كابتن ده مساعد حكم يا كابتن، يعني ده معاك. ما انا هقول لك ليه يا كابتن خالد، هقول لك ليه. اتفضل يا كابتن. ان اللاعب المهاجم سابق مين؟ سابق حارس المرمى. هي دي ماشي، بس انا مساعد حكم واقف على الخط كحاله جديده يعني. انا ما اختلفتش معاك ومع اي حد ان اللعبه تسلل. تمام، ما عنديش اختلاف في ده. انا بتكلم على صعوبه الحاله، مش الحالات الواضحه. الحالات اللي صعبه هي ان حارس المرمى هو اللي متقدم. هو طيب بس هي تسلل يعني، هي تسلل. ايوه طبعا، ما انا بقول لك ان طيب نمره 2، فين الفيديو وفين الحكم الرابع والخامس؟ لا لسه الفيديو شغالين فيه على اساس ان احنا ما عندناش حتى الان الخمس قنوات اللي احنا ننفذ بيه، الخمس كاميرات او ال6 كاميرات اللي مطلوبين ان احنا ننفذه في الملاعب. بس دي المشكله. الحاجه الخامس احنا ماشيين في ماتشات وديه هنطبقه، يعني لو ما نجحناش في الفيديو خلال اسبوعين هنطبق الحكم الخامس. يعني اكيد الحكم الخامس قولا واحدا يا كابتن. قولا واحدا احنا بنتمرن عليها قبل كده، احنا مش هنعمل يعني الحكم الرابع والخامس داخل الملعب هيكون بعد اسبوعين من دلوقتي. من دلوقتي ان شاء الله اسبوعين يكون الدوري اتحسب. لا هو اتحسب اصلا يا كابتن خالد. احنا مش هنعمل تجربه ونفشل فيها، هنعمل تجربه. لكن الفيديو مش السنه دي. الفيديو لو فعلا في اجتماع مع المخرجين. لا في اجتماع مع المخرجين خلال يومين 3. لو قدرنا هيبقى فيه 6 كاميرات او 5 كاميرات تلفزيون هنشتغل بيه. لكن لو ما فيش، لو في 3 قنوات بس، 3 كاميرات بس، مستحيل ان احنا طيب كان في اخيرا كده تصريح على لسان المهندس احمد مجاهد ان انت السبب في تاخير الفلوس الحكام. طبعا ده شيء يعني طبعا انا بحترم المهندس احمد مجاهد، وبحترم دايما ان احنا نتكلم، وانا يمكن رديت على هذا التصريح، وبحترم دايما. لا بس هو قالها بشياكه يعني ما قالهاش بتخبيط. ما هو اتهام يا نجم. انا بقول بشياكه. قال يتحمل جزء يعني الراجل. انا عاوز اسالك سؤال يا مهيب. انا معاكم في الاستوديو دلوقتي، تمام؟ وبقينا 4 مكان 3. تمام. والكابتن خالد مثلا، وده مش حقيقي، اخطأ في شيء. هل على الهوا اقول ده كابتن خالد اخطأ؟ لا هو بص، حق ربنا هو قطع فيك بشياكه بصراحه، حق ربنا. انا بقول لك اهو. لكن انا عاوز اسال سؤال يا مهيب. لو انا اتاخرت، لو انا اتاخرت عن المطالبه بحقوق الحكام، تمام، على الاقل الكابتن احمد موعده مجلس اداره كان المفروض هو يجيب الحقوق، لان انا واحد في المجلس. لكن انت فعلا اتاخرت. مستحيل هذا الكلام. والنبي يا كابتن عصام، انا هقول لك حاجه قدامي دقيقه. مين اللي دافع عن الحكام الفتره اللي فاتت؟ انت. طيب يعني انا جيت اتهمت كابتن احمد او اي عضو مجلس اداره انه ما دافعش عن الحكام؟ بالعكس، مع ان هو منوط بيهم يدافعوا. لا لان انا ممكن الومهم جوه المجلس، لكن لا يمكن الومهم خارج المجلس، لان انا بحترم المجلس وبحترم اللي كابتن عصام والنبي هي مش مستحمله. كابتن احمد بيحبك انا قلت حاجه غلط وانتوا مش خلينا في الحاجات الاكبر، يعني خلينا في المجلس في الحاجات الاكبر. هي مش مستحمله. انا قلت حاجه دلوقتي. وهو عايز يقول لك حاجه بصراحه قطع فيك بشياكه بصراحه. يا سيدي، وانا بحترمه وبقدره، وعمري ما هاجم حد في المجلس، وهو راجل محترم مش هغيره ومش هغير اسلوبه. حبيبي يا كابتن عصام، بشكرك كابتن عصام، بالتوفيق ان شاء الله.